ازاي تستمر في الجيم او في اي هدف في حياتك عموما. ورقه وقلم وتعالى اقول لك هتعمل ايه. اول حاجه هنسال نفسنا شويه اسئله، والاجابه عليهم هي اللي هتخليك تقدر تستمر في الهدف ده، او هي اللي هتخليك تقدر تكمل السعي بتاعك ان انت توصل للحاجه دي. ايه هو هدفك من الجيم؟ طبعا الهدف ده بيختلف من حد للتاني. انا مثلا عايز مثلا ابقى لاعب، عايز اطلع بطولات، اطلع مسرح. حد تاني عايز يبقى يعمل شيب كويس عشان يشتغل موديل، حد تاني عايز يعمل شيب كويس عشان يكون كوتش، يزود من معرفته ويزود من علمه. طبعا العلم ملوش علاقة برضو، عشان الأمور ما تتفهمش غلط. إن أنت تبقى واحد بتفهم في المجال ده ملوش علاقة خالص إن أنت تكون عامل فورمة حلوة. ممكن يكون حد فاهم جدا، عنده معلومات قوية، يقدر يحضر ناس كتير زي مثلا كابتن محمد كمال كيمو، زي مثلا هاني رامبود، زي ناس كتير جدا. ممكن يكون هو مش واصل لفورمة، مش عامل فورمة، بس عنده علم. الله أعلم أسباب الناس إيه. ممكن يكون حد مثلا تعب، ممكن يكون حد عنده مشكلة، عنده إصابة، عنده أي حاجة تمنعه إن هو يتمرن. ده ما يمنعوش إن هو يطور من نفسه، ويطور من معلومته، ويطور من فهمه. طيب عشان توصل للهدف دوت بقى تعمل إيه؟ خلينا متفقين إن أنت لازم تحط لنفسك خطة، تقول أنا هعمل كذا 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 عشان أقدر أوصل للشكل اللي أنا عايز أوصله. هدفك لازم يكون هدف واقعي. يعني مثلا إن أنت تكون بتتمرن عشان تبهر حد، ده مش هدف واقعي، فبالتالي اول ما الحد ده يختفي الهدف بتاعك هيختفي معاه. كمان لازم يكون عندك إرادة وصبر، لأن أنت ممكن تشوف التطور بطيء، فبالتالي لو أنت عندك إرادة وصبر على الهدف اللي أنت عايز توصل له وعايز تتعب له، فبالتالي أنت هتقدر تكمل. لكن أنت لو ما عندكش إرادة وصبر وشفت النتائج بطيئة هتزهق، هتمل، هتقول أنا مش عايز أكمل، مش قادر أكمل في الحاجة دي، لان التطور بتاعي بطيء. يا عم انا خلاص مش هقدر اكمل عشان انا ما بتطورش بسرعه، مش شايف فيه تحسن قوي، مش شايف كتله عضليه كبيره، مش شايف الكلام ده كله. انت بتحبط نفسك بيه. بس لازم يكون عندك صبر، لازم تكون عندك اراده، لازم يكون عندك حلم انت عايز توصل له، سواء في الجيم او في اي حاجه تاني. لازم تكون عندك هدف، تكون عايش في الحياه بهدف. ان انت لو عايش من غير هدف هتكون رايح مع اي حاجه وجاي مع اي حاجه. الدنيا والحاجات اللي حواليك هي المتحكمة فيك. لازم انت تحط لنفسك مكان انت بتتبسط بيه، تحط لنفسك هدف انت عايز توصل له عشان تكون مبسوط، عشان تكون فرحان. كمان حط قدام عينك المكان اللي انت نفسك توصل له. يعني مثلا نفسك توصل مسرح، تكسب بطولة، حط الهدف ده قدام عينك. شوف نفسك طلعت المسرح وعملت الفورمة وحضرت وكسبت البطولة. اصحى كل يوم بص لنفسك كده، افتكر ان انت وصلت، وان انت شوف المكان اللي انت هتوصل له، شوف الشكل اللي انت عايز توصل له، شوف الحلم اللي انت عايز توصل له. كل يوم فكر نفسك بيه، كل يوم لازم تشوفه، لازم تفكر نفسك بيه عشان تقدر تعمل المهمات اللي عليك في اليوم لحد ما يخلص عشان تقدر توصل للهدف بتاعك. نيجي بقى هنا الخطة اللي انت هتمشي عليها، 1 2 3 4 عشان اوصل في الاخر للهدف ده. لازم تحط الخطة تكون محددة عشان تقدر تلتزم وتوصل. الخطة العشوائية هتخليك تمل وتهمل، حتى لو في تقدم انت مش واخد بالك منه. ممكن يكون في تقدم انت مش شايفه، حتى لو بطيء ممكن تكون شايفه ان هو بطيء. فبسبب العشوائية دي انت هتمل وهتزهق، فهتمشي ومش هتكمل اللي انت بتعمله. خلي هدفك من الجيم شيء واضح، والشيء دوت هو نفسك. يعني مثلا تحط هدفك ان يكون هدفك من التمرين مثلا تحسين مظهرك، تكسب صحتك. ما تخلوش مجرد مكان عشان تكسر بيه الروتين او عشان تروح تعمل الحاجة اللي لازم تتعمل. لا، خليه مكان للراحة النفسية، خليه مكان انت بتحب تروحه عشان تخلص من كل الضغوط اللي عليك، من اي مشاكل بتقابلك، تفصل بيه عن الدنيا والضغوطات اللي عليك. عشان كل ما يكون في ضغط عليك اكتر ما تسيبش الجيم وتقول ده ضغط عليا برضو. لا، خلي الجيم مكان لراحتك النفسية عشان لما الدنيا تضغط عليك تروحه. واول ما تروح طبعا هتفتكر الهدف اللي انت حاطه. اول ما تخش الجيم وتبدأ تمرينك هتشوف المكان اللي انت نفسك توصله. برضه عشان تستمر في الجيم اوعى تتكسف، اوعى تقول انا هخش الجيم هبقى انا شكلي رفيع أوي وسط الناس، او انا هكون شكلي تخين قوي فالناس هتبص لي وتتريق عليا. مفيش حد اتولد بفورمه، كل الناس بدأت من الصفر ووصلت للهدف اللي هي عايزاه. اوعى تبص للموضوع دوت، اوعى تتكسف عشان ما تحبطش
وتبطل تروح وتنسى هدفك وتبعد عن الحاجة اللي انت بتحبها. حتى لو كنت خلاص بدأت توصل لحاجة، أول ما هتلاقي نفسك بقيت بتتكسف وبقيت مركز مع الناس وده بيبصلي وده بيعمل، هتبعد عن المكان دوت، مش هتحب إن أنت تروح تاني. خامس حاجة، لازم تبص لقدام، لازم ترسم لنفسك شيب عايز توصل له. ممكن تاخد حد يكون عامل شيب فانت نفسك توصل للشيب دوت، فده يكون حافز ليك. كل ما تشوفه قدامك تفتكر ان انت نفسك توصل له، فبالتالي تبتدي تشتغل على نفسك لحد ما توصل. وعشان برضو كل ما تشوف نجاحه، كل ما تشوف تقدمه، انت كمان هتتحفز اكتر وتكون نفسك تعمل زيه، فده برضو هيديك حافز ان انت تكمل وتستمر. لازم تسأل نفسك سؤالين مهمين جدا واجابتهم هتساعدك كتير في ان انت تحط البلان وان انت برضو تاخد الحافز اللي انت تكمل بيه. طبعا الاسئله ديت اجابتها بتختلف من شخص للتاني، انا اهدافي غير اهدافك، الحاجه اللي بتدينا الحافز غير الحاجه اللي بتديك الحافز. يا ريت كل واحد فينا يكتب في الكومنتات، ممكن غيرنا يستفيد مننا. نيجي بقى لاول سؤال، ليه عايز توصل للشكل المثالي لجسمك او للشيب اللي انت بتحلم بيه؟ عشان تزود ثقتك في نفسك، ولا عاوز تتقدم في مستوى لياقتك البدنية في الرياضة اللي انت بتحبها، وده طبعا مش شرط للجيم، ممكن يكون في اي رياضة عموما، ولا ليك هواية معينة فالشيب دوت هيساعدك فيها، ولا عشان انت شايف الجيم مكان بتخرج فيه الطاقة اللي عندك، بتخلص فيه من الضغوط اللي عليك سواء من الشغل سواء من البيت سواء من اي نوع من انواع الضغوط، مكان لراحتك النفسية، ولا عشان انت سواء في نفسك في المستقبل او انت متجوز ومعاك اولاد ان ولادك ياخدوك قدوة ويحبوا المجال اللي انت فيه ويحبوا الرياضة ويحبوا ان هم يهتموا بصحتهم زيك، فانت تكون مثل اعلى ليهم. دي حاجة جميلة جدا برضو، حاجة مهمة جدا وهدف من الاهداف اللي انا نفسي اعملها. فيا ريت ايا كان الهدف بتاعك من اللي احنا قلناهم دول، يا ريت تكتبوا لنا في كومنت ونحفز بعض. كل واحد يقول الأهداف بتاعته، كل واحد يقول النتائج بتاعته، ممكن حد يكون تايه فما يشوف الكلام دوت يبتدي يمشي وراه. نيجي بقى هنا للسؤال التاني، ليه انت عايز تحسن من صحتك؟ ليه عايز تحسن صحتك؟ ليه عايز توصل بصحتك لحاجة، لمستوى أكبر من اللي انت فيه؟ طبعا الأمراض والتعب والموت دي كلها حاجات بيد ربنا، بس احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نحافظ على صحتنا على قد ما بنقدر. فانت ممكن يكون مثلا في مرض منتشر في عيلتك، مثلا ضعف المناعة، اي مرض او اي مشكله منتشره في عيلتك، فانت عايز تحسن صحتك عشان تتفادى ان هو يجيلك، ولا عاوز تحافظ على نشاطك وصحتك طول حياتك حتى بعد تقدم السن، ولا عاوز تحافظ على صحتك عشان تبعد عن امراض الشيخوخه، امراض السن ما يبانش عليك، ولا عاوز تحافظ على صحتك عشان تبعد عن امراض الشيخوخه وعلامات الشيخوخه وتقدم السن ما تبانش. ايا كانت اسبابك وايا كانت اجاباتك على الاسئله ديت، يا ريت تشاركها معانا في كومنت. لازم تعرف ان الوصول للهدف لازم يكون معاه دافع وحافز عشان يستمر وتحققه وتشوفه على ارض الواقع. واخيرا يا شباب، عشان توصل لشيب كويس في الجيم، فانت ممكن تأثر على نفسك كل الكلام دوت، تختصر على نفسك كل التعب ده و... وتشوف كابتن، تشوف كوتش يتابع معاك، تشوف كوتش يشتغل معاك عشان يوصلك في اقل وقت بأحسن نتيجة، وكمان تستفيد منه ومن خبرته وتوصل لهدفك أسرع، لأنه يكون عنده طرق أقصر كتير إن هي تساعدك توصلك لهدفك. في خصم دلوقتي 50% على التدريب الأونلاين. لو أنت عايز تفاصيل أكتر ممكن تخش تبعتلي على الانستجرام أو الواتساب، هسيب لك اللينك في الوصف. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. زي ما قلت لك، قيس الكلام دوت مش على الجيم بس، قيس الكلام دوت على أي حاجة أنت عايز تحققها في حياتك، أي هدف عايز توصله. استنى اجاباتكم في الكومنتات، هستنى اشوف رايكم. متنساش تعمل لايك وفولو حركة الاكسبلور لو انت استفدت من الفيديو عشان غيرك يستفيد.